تحرص ولا تخون، اعرف مين الاول. انا ممكن اكون لك اقرب واحد تكون منه مطمن. هياخدك لبعيد بعيد بعيد، يجننك ويعيد يزيد. هتجيني من شمال معاك تمام، هصطادك صد. الو، خارج نطاق الخدعة، خارج نطاق الخدعة. اهلا بيكم وحلقه جديده وخارج نطاق الخدعه. خارج نطاق الخدعه النهارده مع الانفلونسر علي غزلان. علي غزلان مؤدب قوي، بس علي غزلان عنده مشكله، لما بيتعصب بيبقى عصبي جدا. يا ترى هنعصبه بسرعه ولا مش هنعرف نعصبه؟ عرفنا شويه معلومات عن علي، نوع العربيه بتاعته، ساكن في انهي منطقه، وان هو امبارح كان موجود في البيت. هي دي المعلومات اللي احنا جمعناها. يا ترى هنستخدم المعلومات دي ازاي؟ خلينا نشوف خارج نطاق الخدعه. خارج نطاق الخدعه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. يا علي ازيك، عامل ايه، الاخبار؟ تمام الحمد لله. مين معاك؟ انا علي الضو، جاركم. ازي استاذ علي، عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ كله تمام؟ زي الفل الحمد لله. مية مية الحمد لله، والله زي الفل. بقول لك ايه، انا كنت براجع الكاميرات معلش كده، فلقيت العربيه بتاعتك خبطت العربيه بتاعتي في حدود الساعه 19:30 بقرايه الكاميرا. انا امتى يا فندم؟ ما انا بقول لك حوالي الساعه 19:30 يعني. اللي هي كام؟ اللي هي تبقى 7:30 بتوقيتكم بقى كده، صح؟ ازاي 7:30 امبارح يا فندم، 7:30 انت خبطت لي العربيه. انا مسجلها بالكاميرا والله يا علي. يعني انت عارف انا مين؟ انا محمد اللي ساكن قدامكم في العماره اللي قدامكم. هو انا العماره ما عنديش عماره قدامي، انا العماره اكيد النمره غلط. انا العماره اللي قدامي في مسجد، مفيش عمارات اصلا. انا اللي جنب المسجد يا علي، ما انا مش لازم اقول لك بالظبط يعني يا حبيبي، انا اللي جنب انت ازاي يا فندم احنا بنصلي الجمعه مع بعض يا حبيبي. يا فندم مع كامل الاحترام، انا قدامي صحراء ومسجد وشركه الغاز، ما قداميش عمارات. حلوه قوي، انا بعد شركه الغاز. مفيش برضه يا فندم. ازاي؟ والمنطقه اصلا ما فيهاش عمارات، احنا كلنا فيلل فما فيش عمارات. لا انا بقول عليها عماره لكن هي فيلا يعني، احنا عشان بس انا ساكن فيها انا واخواتي يعني. ما هو يعني مع كامل الاحترام والله لحضرتك، يعني اكيد مش انا، يعني اكيد في تشابه اسماء او تشابه حاجات. هو انت مش العربيه بتاعتك ال 300؟ يعني هو اي ما فيش 300 غير بتاعتي. 300 نادره على فكره، مش موجوده كتير، كل اللي موجود سيمي بتاع. انت العربيه بتاعتك 300 معروفه، بس معروف ان دي عربيه علي غزلان. 300 الكاميرا مبيناها، يعني مبينه العلامه في الكاميرا. ايوه، ومبينه الرمادي ومبينه كل التفاصيل، فدي عربيتك. دي كاميرا كام ميجا بكسل يا فندم؟ دي كاميرا كام ميجا بكسل دي؟ بتتهرب لا ايه؟ انا مش بتهرب والله. يعني يعني بكلمك اصلا بقول لك في مشكله وحصلت وعايزين نحلها عليه الصلاه والسلام. صلي على سيدنا النبي. لو قلت لي حضرتك انت مع كامل الاحترام، يعني انا دلوقتي حضرتك قلت لي انت في الفيلا اللي قدامي، في العماره اللي قدامي، تمام؟ انا مفيش قدامي عماره، ده رقم واحد. رقم اتنين، قلت لي الساعه 7 امبارح، 7:30 الساعه 7. انا هقول لحضرتك امبارح الساعه 7 انا ما كنتش موجود في البيت اصلا. اوكي، ويبقى في حد كان سايق العربيه بقى؟ العربيه كانت معايا، ما هو انا بسوق عربيه يعني انا. بص، انا ممكن تجيلي تشوف الفيديو بنفسك وتشوف ان العربيه اتخبطت. اصل انا مش هتبلى عليك، وبعدين ممكن تكون انت بتكذب عليا، انا ايش ضمني؟ يا فندم انت على راسي من فوق، انت حضرتك على راسي من فوق، بس انا بقول لحضرتك بكامل الاحترام. انا ولا زقيت العربيه ولا خبطتها، بس اقول لك حتى على اللقطه اللي حصلت بالظبط. انت رحت نزلت من العربيه، ممكن تكون بصيت يمين شمال ورحت عملت نفسك مش واخد بالك، وعملت نفسك ثانيه واحده في الشارع. يا فندم ثانيه واحده فرح، انت كنت راكبه العربيه بتاعت امبارح؟ كنت راكبه عربيتك انت امبارح؟ لا والله راكبه امبارح. في حد كلمني بيقول خبطت عربيته الساعه 7 باين حاجه 7:30. لو انت رايحه انا ما تدخلنيش بس والنبي في المشاكل العائليه دي. ثانيه يا فندم بتكلم تقول ايه يا فرح؟ انا كنت رايحه فين؟ انت امبارح سوقتي عربيتي الساعه 7:30. 7:30 يا فرح من غير كلام، سوقتيها امبارح الساعه 7:30. ثواني بس افتكر امبارح ده احنا عملنا ايه طول اليوم امبارح. انتوا بتحوروا بقى، بتحوروا.
عاملين عليها رباطيه. طيب خلاص يا فرح، خلاص يا فرح، باي باي يا حبيبي، باي باي. ماشي. يا فندم العربيه كانت معايا، انا العربيه كانت معايا، وان كيس انا كنت يا ناسي. باشا انا سامع المدام بتقول لك انا كنت سايقاها. لا يعني انت حضرتك بتقولني يعني او بتسمع من نفسك؟ يا فندم ما هي كانت بتكلمك وبتتخانق معاك وزعقت لك وقالت لك طيب حضرتك عايز ايه؟ ما همشي معاك للاخر، حضرتك عايز ايه؟ ولا حاجه، هتصلح لي العربيه، ما تكذبش عليا، صلح لي العربيه. ماشي يا فندم، حضرتك عربيتك نوعها ايه؟ انا عربيتي. طيب حلو جدا، مع كامل الاحترام انا خبطت عربيتك، حصل لعربيتك ايه؟ الفانوس اتدغدغ من ورا. حلو. وانا اسف يعني الاكسدام ريح بتاعي. حلو مع كامل الاحترام. اتفضل. انا دلوقتي قدام العربيه بتاعتي اهو، العربيه بتاعتي ما فيهاش خدش. ايوه ما انت ما شاء الله عربيتك بقى جامده، هنعمل ايه طيب؟ ما هو انهي الاجمد؟ انا ايش عرفني يا باشا، انت شكلك بتكذب وانا ما شفتش العربيه بتاعتك، ما ممكن العربيه بتاعتك تكون فيها مشكله يا باشا. طيب انت حضرتك بتكلمني من تليفون ارضي، استاذنك تبعت لي رقمك. انت عامل نانو سيراميك. حضرتك يا فندم يا باشا ما انت هتلاقيك عامل نانو سيراميك. ابعت لي رقمك على الواتساب وانا هبعت لك صوره العربيه تشوفها بنفسك، لو فيها خدش انا ملزم يا فندم ان اغير لك عربيتك كلها. طب ما انت ممكن بلا فندم بقى، انا عمال ماشي معاك واحده واحده، في ايه؟ ما تكلمني كويس يا استاذ. طيب انا بتكلم معاك راعي حق الجيره، حتى حق انا الجيره. بتكلم معاك بكل ادب يا باشا واحترام. احنا جيران، بقول لك احنا جيران يا فندم انا بتكلم معاك بكل ادب واحترام وصوت واطي. طيب هنعلي صوتك، اسهل حاجه في الدنيا نعلي صوتنا. هتشتم، اسهل حاجه في الدنيا نشتم. لا انا مش شتمتش، انا لسه هشتم بكل ادب واحترام. مش هتعرف تشتم. انا عملت محضر في اسم يا الشرطه فندم اعمل محضر في اللي انت عايزه، وعايز تروح يا فندم الاسم روح اسم السلام، هو كده كده جنبي، ولو حابب اجي معاك الاسم ما عنديش مشكله. لا يا فندم هم هيجيبوك، هم يعني يا فندم يجوا ينوروا ويجوا يجيبوني فوق راسي يا حبيب قلبي. اصل احنا مش هنكسر عربيات الناس وبعد كده نقول معلش يا باشا. اوكي لو مع حضرتك دليل انا يا فندم تحت امرك. معايا فلاشه يا فندم عليها الفيديو يا فندم. الفلاشه دي انا ممكن اروح حضرتك تحطها فين يا فندم؟ حطها في الاسم. ثانيه. مساء الخير، عامل ايه؟ داخل الفرح بتاع شريف. شكرا لذوقك. شكرا يا فندم. شكرا. طب ما ينفعش ادخل بقى قدام عشان عندي مشكله. عندي مشكله. شكرا لذوقك. عندك مشكله؟ ثانيه واحده، انا سمعت ان انت بتقول لي انا عندي مشكله في العربيه، صح؟ لا انا عندي مشكله في ظهري يا فندم، عندي مشكله في ظهري. لا انا سمعتها مشكله في العربيه، ما تحورش، هتلاقي مشكله يا فندم. مشكله في ظهرك دي من خبطه امبارح. والله اكيد. امال هي ايه المشكله بتاعت ظهرك دي؟ انت جامد جدا والله. والله العظيم المشكله دي من والله انت جامد. يعني حضرتك عايز ايه طيب؟ انت لو كنت قلت لي من الاول انا اسف، انا كنت سامحتك. يعني حضرتك عايز ايه؟ حضرتك عايز ايه؟ انا عايز 35,000 جنيه المقايسه بتاعت العربيه بتاعتي. 35,000. خارج نطاق الخدعه. طب انا هقول لحضرتك حاجه، مع كامل الاحترام. تمام. انت عارف انا ساكن. طب انا هسالك سؤال. اتفضل. لو جاوبته صح ده اقسم بالله العظيم اروح ده يا باشا انت ناس ما شاء الله عليكم بتكسبوا فلوس قد كده وارقام وبتاع. هسألك سؤال، لو جاوبته صح اقسم بالله العظيم 3 لغير لك العربيه مش بتاعك. ثانيه واحده. قول لي مساء الخير. ده قول له ان انت انا ظهرك بستأذنك والله، عندي ديسك والله في ظهري ما قادر اتحرك. قول له من هل ممكن خبطه ادخل امبارح. بيها؟ انا بستأذن والله. من خبطه امبارح. قول له السلام عليكم. يا فندم على راسي من فوق والله، بس انا والله عندي ديسك في ظهري. ده كل الناس على راسه من فوق. انا دكتور علي غزلان. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ماشي يا فندم. ثانيه يا باشا هو ماشي علشان خاطر مشهور وكده، فعمال بقى يقول للناس انا مشهور انا مشهور. اتفضل يا فندم. طب استاذنك بس ثانيه واحده. ماشي دكتور علي غزلان. اتفضل. هو قال لي انت حاسس. ماشي يا فندم. هيثبتوك. ها ايوه يا فندم. انا فندم ولا كلهم يا فندم عندي؟ خلصت يا باشا ولا ايه؟ ايه يا حبيبي؟ خلصت يا استاذ. لا انا داخل بس الباركنج بس. لا اصل حضرتك بيقول لك اركن على جنب وبتاع، ممكن تكون كمين او حاجه رخص. لا اركن على جنب عشان يدخلني جوه. بس ممكن تكون المأمور مشكله. طب قول لي السؤال اللي حضرتك عايز تساله. اتفضل. هسأل حضرتك سؤال. انت بتقول ان انا خبطت عربيتك وحضرتك ساكن جنبي صح؟ طيب المنطقه اللي احنا ساكنين فيها في اسمها ايه؟ التجمع قدام شركه الغاز وقدامك مسجد. ايوه انا قلت المنطقه اسمها ايه؟ منطقه ايه يا فندم؟ اللي انا ساكن فيها، اللي انت ساكن فيها، مش انت قدامي اللي انت ساكن فيها اسمها ايه؟ ايوه دي منطقه كبيره. زي اكتوبر زي مدينه نصر. ايوه انت عايز تدخلني في تفاصيل بقى، وانت هقول لك سؤال ترد عليا بسؤال. يا باشا خليك معايا بس، خليك معايا كويس.
الكومباوند اسمه ايه؟ انت راجل داخل فرح. الكومباوند اسمه ايه؟ كومباوند ايه بقى؟ اسمه ايه؟ يا باشا يا باشا احنا في كومباوند اسمه ايه؟ انا بقول لك الكومباوند اسمه ايه؟ ما تمتحنيش، انت مش جاي تمتحني يا باشا. الكومباوند اللي احنا فيه اسمه ايه؟ كل واحد طلع عمل فيديوهات بقى خلاص مشهور وبيتنطط على الناس ويقول له معلش عايز اركن عشان عندي ديسك. يا باشا يا عم قول لي طيب، قول لي اقول لك ايه؟ قول لي هو تكليف كومباوند ايه؟ قول لي بس يا عم. والله لو قلت لي احنا في كومباوند ايه قسما بعز الجلالة اللي انا اجيب لك جديده. انا عايز 35,000 جنيه مقايسه العربيه. طيب حاضر انا موافق. ممكن حضرتك تجيب العربيه وتعمل لي ستوري ريفيو للعربيه كده تقول بصوا انا خبطت الراجل هقول لحضرتك حاجه انا موافق اديك 35,000 جنيه. ايه رايك؟ بس العربيه بص هتاخد الكاميرا سيلفي كده ستوري وسيلفي يا جماعه انا خبطت الراجل ده ومش عارف ايه وتعمل لي منشن محمد الضوء 2020. حاضر موافق بس بشرط اتفضل اتفضل. ممكن تجي لي عند البيت بتاعي؟ ماشي اجي لك عند البيت. انا يا دوبك هعدي شركه الغاز والناس انا مستني حضرتك. مش عارف بيتي. أيوة. انا مستني حضرتك. طيب ماشي ثانيه واحده انا مستني حضرتك. تعالى انا شاهد لك اختي كمان كانت واقفه. يا فندم اختي كانت واقفه. اختي كانت يا رانيا تعالي اللي انت بتحبيه تعالي يا باشا تعالى. الو مين؟ الو ايوه مين؟ الو انا رانيا اخت محمد. يا جماعه ده واحد صاحبي طيب ده ولا ايه؟ يا جماعه ده حد صاحبي بيشتغلني طيب ولا ايه؟ طيب يعني عشان الموضوع كده يعني خارج نطاق الخدعة. لا بس انت صايع يا علي، والله صايع. انت صايع. مين ده صاحبي صح؟ انت مين بقى؟ انا صاحبك. انت صايع بصراحه انت صايع. خلينا نتفق يعني اللي هو ايه، هتدخلني سؤال هدخلك سؤال وهنتوه بعض. انا معاك خالد عليش واحنا على الراديو في ميجا اف ام. اللذينه منور الدنيا. ازيك يا خلونا؟ احنا قلنا نهزر معاك بس انت طلعت ناصح. يا حبيبي منور الدنيا وكل سنه وانت طيب وتوصل الفرح بالسلامه. الايه؟ احمد ربنا انا كنت رايح فرح ما كنتش متعصب. ما انت لا انت مش متعصب خالص. ايوه يا فندم تحت امرك يا فندم. عايز ايه يا فندم؟ والله كنا اتخانقنا بس فعلا الموضوع كان غريب. ايوه انت لقطت من قول لي اسم الكومباوند. انت اللي قلت لي اسم الكومباوند خلاص الموضوع يخلص. عامه كل سنه وانت طيب ونورتنا. حبيبي وموافق نذيع التسجيل ده في رمضان؟ زيا يا باشا منطلق يا باشا. كل سنه وانت طيب. رمضان كريم عليك. شكرا علي غزلان. اشكرك جدا. شكرا حبيبي يا خلود حبيبي. باي. حرص ولا تخون، اعرف مين الاول. انا ممكن اكون لك اقرب واحد تكون منه مطمن. هياخدك لبعيد يجننك ويعيد يزيد. هتجيني من شمال معاك تمام هصطادك صد. الو خارج نطاق الخدعة. خارج نطاق الخدعة. خارج نطاق الخدعة.